Hallo liebe Leute. درس النهاردة عن المبني المجهول مع الأفعال الناقصة في اللغة الألمانية. احنا مش هنطول عليكم عشان نبدأ في الدرس على طول. يلا بينا. Passiv mit Modalverben. المبني المجهول مع الأفعال الناقصة هو نفسه المبني المجهول العادي مع الأفعال العادية. بنستخدمه للتعبير عن الأفعال التي يتم تنفيذها دون ذكر الفاعل أو يكون الفاعل غير معروف أو غير مهم. ولكن مع الأفعال الناقصة بنضيف الفعل الناقص أولا ثم بعد كده بيجيب المبني للمجهول. الأفعال الناقصة أو المودال فيربن هي الأفعال اللي احنا بنستخدمها عشان نساعد أفعال تانية لإظهار معنى معين، وهم dürfen, wollen, sollen, müssen, können ومشتن. والنهارده هناخد الباسيف mit مودال فيربن في 3 حالات، في المضارع وفي الماضي وفي البرفكت. ناخد أول حاجة presents. الصيغة العامة بتاعته Modal Verben in Präsenz plus Partizip 2 plus werden. muss den Bericht schreiben. يجب عليه كتابة التقرير. ده في حالة الأكتيف. ولما نخليها في الباسيف مبني المجهول Der Bericht muss geschrieben werden. يجب كتابة التقرير. مثال تاني في حالة الأكتيف في البريزنس. Sie kann das Lied singen. إنها تستطيع غناء الأغنية. نشوفها في الباسيف. Das Lied kann gesungen werden. يمكن غناء الأغنية. الوقت معانا الماضي preteritum. الصيغة العامة بتاعته بتكون Modal Verben im Präteritum plus Partizip 2 plus werden. والمثال بتاعنا على الماضي muss den Bericht schreiben. دي في حالة الأكتيف. كان عليه أن يكتب التقرير. نحولها للباسيف. Der Bericht müsste geschrieben werden. كان لابد من كتابة التقرير. وآخر حاجة معنا النهاردة في الباسيف مع البرفكت. الصيغة العامة بتاعته haben مصرفة على حسب الفاعل، بعد كده Partizip 2، بعد كده werden، وفي الآخر المودال فيربن. ناخد مثال في الأكتيف الأول. hat den Bericht schreiben müssen. كان عليه أن يكتب التقرير. في الباسيف الجملة بتكون Der Bericht hat geschrieben werden müssen. كان لابد من كتابة التقرير. وفي آخر الفيديو في شوية ملاحظات هامة ناخد بالنا منها. الفعل فيردن بيبقى في المصدر عند استخدامه مع الأفعال الناقصة أو اللي هي المودال فيربن. تاني حاجة الفعل الناقص بيتصرف على حسب الفاعل والزمن، بينما فيردن بيبقى في صيغة المصدر. تالت حاجة في الجملة يجي الفعل الناقص دايما في المركز التاني وفيردن في النهاية. وبكده خلصنا درس النهاردة باسيف ميت مودال فيربن، وخلصنا بكده المودال فيربن في جميع الحالات، مع المضارع، مع الماضي، مع الماضي التام أو مع البرفكت، وآخر حاجة مع المودال فيربن. وهسيب لكم لينكات الفيديوهات دي كلها في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. ولو ما كنتش اشتركت معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.